مشاهدات قناة فلاش فانس، نترحب بكم مرة أخرى في مباشر جديد. رسميا إلغاء الساعة الإضافية بالمغرب. إليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الكريم سيتم توقيف العمل بتوقيت غرينتش زائد ساعة، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة يوم الأحد ابتداء من الساعة 3 صباحا. وأضاف البلاغ أنه سيتم بعد نهاية شهر رمضان الرجوع إلى العمل، أي بإضافة 60 دقيقة، أي غرينتش زائد ساعة. رسميا إلغاء الساعة الإضافية بالمغرب. وإليكم مرة أخرى التفاصيل. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الكريم أنه سيتم توقيف العمل بتوقيت غرينتش زائد ساعة، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك يوم الأحد ابتداء من الساعة 3 صباحا، أي 19 مارس. وأضاف البلاغ أنه بعد نهاية شهر رمضان المبارك الكريم سيتم الرجوع إلى العمل، أي إضافة 60 دقيقة إلى أي غرينتش زائد ساعة. للإشارة مرة أخرى وأخيرة، رسميا إلغاء الساعة الإضافية بالمغرب. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الكريم أنه سيتم توقيف العمل بتوقيت غرينتش زائد ساعة، وذلك بتأخير الساعة تأخير 60 دقيقة ابتداء من اليوم الأحد 19 مارس، أي عند الساعة 3 صباحا. وأضاف البلاغ مرة أخرى أنه سيتم بعد نهاية شهر رمضان المبارك الكريم، أي يوم الأحد إن شاء الله، الرجوع إلى العمل، أي إضافة 60 دقيقة، أي غرينتش زائد 1. الله يدخل علينا وعليكم رمضان مبارك سعيد على الجميع. الله يخلينا دائما في أمن وأمان. دمتم ودمنا في رعاية الله يا ربي. لما دخلنا شهر رمضان المبارك، والله يخليكم صحتكم، واللي عندهم مهمته يتهلا فيها، ودعواتكم إن شاء الله، وصوما مقبولا للجميع. إلى اللقاء.